اول ما الدنيا بتمطر كلنا عارفين هنعمل ايه. تعالوا اوريكم اكتر طريقه بحب اكل بيها شوربه العدس، وايوه بالنسبه لي هي بتتاكل مش بتتشرب. معلقه سمنه، وهنزل ببصلايه طماطمايه متوسطين، جزرايه متوسطه، بطاطسايه صغيره، وتقريبا محدش غيرنا بيحط كوسه في شوربه العدس، ولو عندكم كرفس بيدي طعم حلو قوي. اخر حاجه 3 فصوص توم. بحب الاول ادي الخضار تشويحه مع بعضه كده 5 دقايق لحد ما لونه يبتدي ان هو يتكرمل، بحس الحركه دي بتخلي الطعم اعمق كتير. بعدين هضيف العدس بعد ما غسلته كويس، هغمرهم بقى بميه شوربه او حتى ميه، لان احنا يعتبر عملنا البيز بتاع شوربه الخضار، فكده ولا كده من غير اي حاجه هيكون طعمه حلو. هغطي عليهم واسيب الخضار يستوي على مهله. والعدس بالنسبه لي ما ينفعش من غير شعريه، هحمر بس معلقتين مش اكتر واشيلهم على جنب. بعدين في معلقه سمنه هنزل بصلايه صغيره متقطعه قطع متوسطه وهقلبها لحد ما تتكرمل. رحت ابص على المطره ورجعت لقيتها غمقت مني. انتوا حاولوا خلوها يكون لونها عسلي فاتح، ما تخلوهاش تغمق علشان ما تكونش باينه في الاخر في الشوربه. نص ساعه بالكتير هيكون الخضار كله استوى. اتاكدوا ان البطاطس والجزر استووا كويس عشان دول اكتر حاجه بتاخد وقت. هضربهم كويس قوي بالهاند بلندر او في الخلاط، وبعدين هرجعهم نفس الحله. هحط ملح ونص معلقه صغيره من الكمون، ما تكتروش كمون علشان ما يمررش. هنزل الشعريه والبصل اللي شوحته واقلبهم واسيبهم 5 دقايق بس على نار هاديه الشعريه تستوي. ودي بالنسبه لي احلى طريقه لشوربه العدس. واكتشفت مؤخرا ان في ناس بتحط رز على فتة العدس. طول عمري باكلها عيش محمص وعليها على طول شوربة العدس، وتاكله على طول عشان يكون العيش لسه بيقرش. زودوا معلقة سمنة على الوش لو عايزين، او شطة لو حابين حرقة شوية. هسيب لكم مقادير مكتوب عشان تعرفوا تاخدوا سكرين شوت، وبس كده.